لو عاوزة تعملي حاجة حلوة سهلة على البوتاجاز ما بتستخدميش فيها فرن، وكمان مكوناتها بسيطة موجودة في كل بيت، يبقى تعملي الحلوة دي معانا. حلوى السميد التركية بسيطة وسهلة ومش هتاخد في ايدك وقت خالص، وكل البيت هيحبوها. ولو أول مرة ليكوا في قناتي، أنا شيماء عادل، وما تنسوش تضغطوا زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. في طاسة على النار حطيت معلقتين من الزبدة أو معلقتين من السمنة، أو ممكن تعملي ميكس بينهم، ونزلت عليهم بكوبايه كبيره من السميد اللي بنعمل بيه البسبوسه. موجود منه فيه السايب وفيه المعلب، اي نوع مش فارق. وهنزل بيهم وابدا اقلبهم كده في السمنه بتاعتي يشربوا السمنه وريحتهم تطلع كده. هفضل اقلب فيهم شويه حوالي 10 دقايق لحد ما لونهم يبقى الذهبي الفاتح كده، اكني بحمر بالظبط الكنافه. زي ما بحط الكنافه بالسمنه على النار وافضل اقلب فيها وايديا تبقى فيها علشان ما تتحرقش مني. نفس الموضوع مع السميد بالظبط، بحمره على البوتاجاز من فوق لحد ما يستوي معايا، علشان اضمن ان هو مستوي كويس قوي، وكمان علشان ما يتلسعش منك. بفضل اقلب فيه كده على نار متوسطة، مش عالية ولا هادية، نار متوسطة معايا. ولو حسيت ان في دخان كده طالع، حاولي تهدي النار شوية لحد ما نحط بقية المكونات عليه. هي بس كوباية من السميد هتعمل لك صينية مقاس 24 حلوة قوي، هتكفي العيلة كلها وهتعجب الأطفال جدا جدا. أنا بعد ما أخلصها هحطها في صينية، ممكن تفضيها في قوالب صغيرة أو في كاسات، تتاكل سخنة تتاكل باردة. طعمها لذيذ وحلوة جدا وناعمة وكريمي، في كلا الحالات حلوة جدا جدا. ممكن تحطي جواها مكسرات، ممكن تعمليها سادة وتزينيها بس من فوق، براحتك قوي قوي. السميد لما بيتعمل على البوتاجاز كده في الطاسة، بيبقى خفيف قوي وما تقلقيش بيستوي وبيبقى طعمه حلو جدا جدا. بعد ما خد اللون الذهبي معايا، نزلت عليه بكوباية لبن وكمان كوباية مية، وحسيت انه محتاج تاني سوائل معايا، حطيت له نص كوباية مية كمان. فكوباية السميد اخدت معايا كوبايتين ونص من السائل، كوباية لبن وكوباية ونص من المية، ونزلت عليها بكوباية سكر. طبعا السكر ده يرجع لرغبتك، انت بتحبي الحاجة مسكرة قوي، بتحبي الحاجة مظبوطة، ممكن تقللي تزودي براحتك جدا. انما كوباية السكر على كوباية السميد طلعت مظبوطة جدا جدا، والسكر بتاعها حلو قوي، مش مسكرة اوفر، لا حلوة. ممكن تبدأي بكوباية الا ربع سكر، ولو تدوقيها كده لو محتاجة تزودي لها. وبدأت أقلب فيه، طبعا كل ده على نار هادية. حطيت معلقة كبيرة من الزبدة علشان تخليه ناعم كده معايا وفيه لمعة حلوة. وبدأت أقلب برضو على نار متوسطة. لو حسيت ان في دخان كتير طالع كده، حاولي تهدي النار، ومع التقليب المستمر ايديك تبقى فيه على طول، ما تتشالش خالص، وتقلبي. خلاص هو كده استوى معايا، شرب السوائل كلها. انت تحسيه تحت ايديكي كده. حاولي تاخدي بطرف المعلقة تدوقيه، هتلاقيه يستوي في ايديكي، ما فيهوش الترميله بتاعت السميد دي، خلاص راحت. وكمان السكر بيدوب كويس قوي فيه، ما تقلقيش. مش محتاجه تدوبي بالسكر بره، حطي السكر مع السوائل فوق السميد، وهيدوب ومش هيبقى باين خالص، وهيبقى حلو جدا. في صينيه عندي بقى مقاس 24، نزلت بيه السميد وهو سخن كده. وبالسباتيولا بدأت اللي هو ايه، اسويه بس كده. وهي سخنه بتبقى حلوه جدا، وبتتشكل بايديكي بسهوله قوي. لو حطيتيها في اي قالب باي شكل هتتشكل معاكي حلو جدا. نيجي بقى للطبقه التانية معانا. حطيت كوبايتين كبار من اللبن، عليهم 4 معالق خليط بين النشا والدقيق، معلقتين دقيق ومعلقتين نشا، وعليهم كوبايه الا ربع من السكر، ومعلقه كبيره قشطه. ممكن تستبدلي القشطة بزبدة، هتبقى حلوة جدا. وممكن كمان تقللي السكر لو بتحب السكر قليل. وكمان النشا والدقيق، لو عاوزة تحطي دقيق خالص أو نشا خالص براحتك. يعني ال4 معالق ممكن تستخدميهم نشا، ويبقى قوامها وطعمها قريب من المهلبية كده. وممكن تستخدميها برضو 4 معالق من الدقيق، هيبقى بشاميل حلو كده، طعمها خطير. بس جربي النشا والدقيق مع بعض، بيدوا طعم بيودوها في حتة تانية خالص. هنا نزلتها وهي سخنة برضو على السميد بتاعي.
طبعا ممكن تتاكل وهي سخنة كده كريمي وطعمها لذيذ وحلوة جدا. ممكن تسيبيها تبرد شوية، لما بتبرد شوية بتتقطع معاكي بسهولة، بتطلع قطع كده متساوية. خطيرة بجد، لازم تجربيها، حلوة جدا وسهلة، متاخدش وقت في ايدك خالص. لو في السهرة كده محتاجة تعملي حاجة حلوة، اعمليها بكوباية سميد واحدة عندك، مفيش اي اضافات تانية، والمكونات دي موجودة عندنا في كل بيت. وطبعا زينتها بالفستق الكتاب اللي احنا عاملينه مع بعض، ما يفرقش خالص عن الفستق الحلبي. جربوها، ولو عجبتكم ما تنسوش لايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.